السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى حبيبنا رسول الله. طبعا الفيديو ده جديد. قلت أبدأ معاكم كده بالصلاة على النبي، وأتمنى من كل المتابعين الحلوين اللي بيتابعوني وداخلين في قناتي المتواضعة، ما تنسونيش بالدعاء ولايك حلو كده عشان يرفع الفيديو. واتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب، والصحة وراحة البال. بسم الله ما شاء الله. ابتديت بقى ان انا اعمل كوباية قهوة بلبن. ده الطبيعي بتاعي، ان انا اعمل كل يوم الصبح كده كوباية قهوة بلبن لحد ما الولاد يجوا من الحضانة، واكل معاها كحكتين كده او قرقشتين كتصبيرة، يعني عشان اقدر ان انا اشتغل وكده. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عايزه اقول لكم بقى ان انا اتفاجئت مفاجاه. حماتي طبعا، انا عندي حماتي وحماية بيحتفلوا بعيد جوازهم. بيحتفلوا في كل واحد عيد ميلاده. يعني هي كانت من قبلها بكام يوم، كانت قالت لي ان هي في مناسبة قريب بس ما حددتش ايه هي. فكانت قالت قدامي تواريخ ومعرفش ايه. فانا ببص في التليفون، فلقيت ان التاريخ اللي هي كانت قايلت لي عليه ان هو ده، يعني اللي هو يوم عيد ميلاد عيد جوازهم يا ربي. فطبعا انا بصراحة يعني طب اعمل ايه؟ انا ما عنديش سبونش جاهز ولا عندي اي حاجة. بصراحة قمت عجنت. طبعا الحاجة اللي بتيجي باستعجال، مش عايزة اقول لكم بتطلع مش تمام. فانا عجنت الاسبونش ده، اسبونش الاتنين بيضة في صينية، اللي هي صينية طقم الصواني المدورة، اللي هي مقاس 24. اتنين بيضة، كوباية وربع دقيق، معلقتين نشا كبار، معلقة محسن جل كبيرة، معلقة بيكنج باودر، كيك شيف او بيكنج باودر عادي، معلقة يعني معلقة كبيرة، لا يعني ما تبقاش مليانة. انتوا فاهمين قصدي؟ لو كيك شيف تبقى معلقة صغيرة. فجيت انا حطيت الحاجات ديت في العجان، وكان معايا ربع نص كوباية سكر، ونص كوباية مية، اقل من نص كمان، وتكون ميه متلجة، ويكون البيضتين عادي بحرارة المطبخ. انا يا جماعة انا ما بقتنعش بحتة ان البيضتين يكونوا طالعين من التلاجة والكلام ده، لان انا جربت الاتنين لقيت ان هما واحد. تمام. فانا وطبعا شويه خل وشويه فانيليا، كل الحاجات ديت وتحطيها في العجان وتسيبها تتضرب لحد ما القوام بتاعها يبقى تقيل. وعملت زي ما انتوا شايفين نص فانيليا ونص شوكولاته، حطيت معلقه كاكاو، حطيت نص الخليط الاول، بعد كده نص الخليط حطيت عليه معلقه كاكاو مع معلقتين ميه، ودربتهم مع بعض كده، وحطيت النص التاني في الحله. طبعا انا هقول لكم العيب اللي حصل معايا ده ليه. تمام. اولا ده لان ممكن يكون انا كترت النشا او محسن الجل. تمام. فخلاها اتفرولت معايا كده. هو الاسبونش يا جماعه من طراوته، يعني مش قادره اتحكم فيه، مش قادره اشيله، مش عارفه اشيله. طري جدا وهش جدا. انتوا فاهمين؟ وطبعا انا ما سبتوش لتاني يوم، انا خبزته في نفس اليوم. يعني انا يا دوبك عملته الصبح، كانت حوالي الساعة 8:30 كده، كنت الساعة 2 شغالة فيه، يعني ما خدش راحته برضو قد كده في البتاع. لما يجي مثلا تعملي سبونش او يكون مطلوب منك اوردر او اي حاجة، طبعا انا جربت ان انا اخبز السبونش واسبح تاني يوم اشتغل فيه بعد ما يكون خد راحته في التلاجة ليلة كاملة. تمام. طبعا انا طلعته على طول واستخدمته، ما صبرتش عليه، لان كان المفروض ان المناسبة بقى هتبقى المغرب او بعد المغرب. تمام. طبعا انتوا شايفين منظر الاسبونج كان في الاول عامل ازاي. مش عايزه اقول لكم ان التورتايه دي بهرتهم، اقسم بالله العظيم 3 بهرتهم وفرحوا جدا ان انا فاجئتهم بحاجه زي دي. تمام. آه طبعا انا عملت كوبايه كريمه. انا مش عايزه اقول لكم المطبخ عندي يعني بتاع الكريم شانتيه، انا حطيت كوبايه كريم شانتيه وعليها ربع كوبايه سكر
طبعا انا بص بقى يا جماعه، يعني مش عايزه اقول لكم، انا لحد دلوقتي الشكاره اللي انا جايباها بتاعه الكريم شانتيه، انا مفكراها ان هي غير محلى وهي محلى. وبرضه بحط سكر، بيطلع الكريم شانتيه مسكر في الاخر بطريقه مش عايزه اقول لكم. كل مره بقلل في السكر ويطلع مسكر برضه. المهم ان انا حطيت اقل من ربع كوبايه، اللي هي الكوبايه المعياريه ديت، وعليها كوبايه وربع ميه. الكريم شانتيه اللي انا بستخدمه الفا. بصراحة اسعار الكريم شانتيه عندنا انا عدت ال200، يعني المتحدة عدت ال200 يا جماعة. فحتة ان حد يقول لي ده هي اقل، انا عندي بتتباع ب200 وشوية كمان. ماشي. اللبن البودر عدى ال200، الكريم الباستري عدى 200. الحاجات دي انا معرفش ليه، يعني انا رغم ان احنا عندنا كمدينة محدش شغال اونلاين حلويات قد كده، ما مش عارفة ليه يعني الحاجة رافعة بالطريقة دي. الله اعلم، ممكن يكون عشان في ناس معينة هي اللي شغالة فيها وناس معدودة، او ممكن يكون فعلا الاسعار دي غليت، الله اعلم. بس انا فعلا ما عنديش الا مكان واحد اللي بجيب منه. انا في قرية وبنزل المدينة عشان اجيب من المكان ده. ف... فالاسعار بصراحه عدت طبعا، عشان انا كنت بستخدم الكريم شانتيه على طول، وكان كل يومين اروح اجيب كيلو. جبت شكاره، جبت الشكاره اللي عندي دي شكاره الفا متحده برضو ب1500. جايباها من عند الراجل اللي انا بجيب من عنده حاجات، ادهاني ب1500 وقال لي دي جمله. تمام. قلت عادي مفيش مشكله. يلا. المهم ايه، طبعا هو المتحده فيها انواع، بس انا بستخدم اللي هي الفا. حطيت طبعا كوباية كريم شانتيه، وعليها اقل من ربع كوباية سكر، وكوباية وربع مية، ومعلقة لبن بودر، ومعلقة كريم باستري. تمام. وضربتهم في العجان لمدة 7 دقايق 8 دقايق لحد ما القوام بتاعها تقل معايا. طبعا هي ما بتقعدش معايا ربع ساعة في المطبخ وتسيح، يعني لازم املى القمع الاول، وبعد كده احطها في التلاجة تجمد شوية عشان ايه، اعرف اشتغل فيها. الصوص الشوكولاته طبعا انا ضربت، انا جبت كوبايه، نص كوبايه ميه، وحطيت فيها معلقه كريم شانتيه، وحطيتها تغلي على النار شويه، وحطيت فيها مكعبين، او المكعب اللي انتوا شفتوه ده، آه، مكعب شوكولاته، وحطيته في المقدار ده، وسيبته لحد ما الشوكولاته تدوب وتسيح كده. طبعا التورتيه انا مش عايزه اقول لكم والله العظيم، طلعت تحفه. يعني انا عملتها، هي بتحب، انا عارفه ان حماتي بتحب الشوكولاته شويه، عملتها كلها شوكولاته زي ما انتوا شايفين كده. مش عايزه اقول لكم والله العظيم يا جماعه، انا اول ما نزلت بيها يعني وشافوها انبهروا بيها جدا، عجبتهم قوي قوي قوي. وبعدين القطعيه، يعني انا قطعت لهم انا التورتايه، كانت بصراحة عالية رغم ان هي طبقتين اتنين. بس انا طبعا كنت مقطعة الطبقة على اللي هي مقاس 9 في المنشار، وكانت الطبقة بتاعتها حلوة، وكانت مقاسها كانت حوالي يعني 26. القاعدة اللي انا حطيتها عليها ديت مقاس 30. انتوا شايفين الحجم بتاعها عامل ازاي على العلبة على القاعدة، يعني حجمها حلو مش وحشة. انتوا فاهمين، احنا طبعا احنا بالظبط في البيت يعني حوالي 4 أفراد غير الأطفال. يعني بصراحة كل واحد هياخد له حتة، مش هيقدر يكملها كمان لو اتقطعت دي كلها كده على 4 أفراد أو 6 أفراد حتى. فكانت بسم الله ما شاء الله، كان حجمها حلو. طبعا أنا كنت أول مرة أكتب بمربة الحليب. تمام. أنا كان عندي كنت فاكرة ان انا اعملها بكريم شانتيه، يعني انا ان انا اكتب عليها بالكريم شانتيه، بس مش عارفة حاجة نسيتني وجبت مربة الحليب. انا كان في دماغي ان انا اعبي مربة حليب في القمع اعمل بيها روزيتات وكده، وبصراحة انا ما كنتش عايزة احط عليها، انا كنت عايزة اخليها بس كده، واجيب اللي هي البسكوت الويفر او مثلا كريسبيات، واحط من النص كده، او اللي هي المعالق اللي هي الشوكولاتة اللي هي معمولة في السيليكون. بس مش عارفة في حاجة وقتها لهتني. طبعا العيال بصراحة لما بيجوا جنبي اقسم بالله العظيم بنتول. انتوا فاهمين، يعني العيال لما بتبقى واقفة جنب الواحد في المطبخ ما بيتركزش. انا بصراحة ما بركزش طول ما عيالي جنبي. ليه؟ انا ببقى جايبة حاجة الحلويات كلها ورصاها على الرخامة جنبي،
بحس ان هما يعني عايزين ياكلوا من كل حاجة حواليهم، وده انا يعني ده غلط. انا اولا انا بقول ده غلط ليه، مش معنى ان انا حرماهم من حاجة، لا، بس ولادي بالذات اللي هما يعني اما بياكلوا اي حاجة بيتعبوا، وبالذات الحلويات. فلما بياكلوا كريسبيات او بياكلوا شوكولاتات او حاجه زي كده مش بيفضلوا عليها، لا، ممكن ياكلوا وراها شيبسي، ممكن ياكلوا وراها حاجه. فانا بصراحه ببقى محذره في الموضوع ده. فهم طول ما واقفين حواليا عايزين ينتشوا كده. فالحاجه انا بجيبها بقى هم اللي بياكلوها بألف هنا طبعا وكل حاجه. بس زي ما بقول لكم كده، طبعا اكيد كل الناس اللي شغاله في الحلويات اكيد عارفه اللي انا بقوله. فانا بصراحة اما جوهم جنبي بقى، فجيت بقى اشتغلت. انا كان في دماغي برضو ان انا اكتب مثلا عيد جواز سعيد اتش، فكتبتها حمدي وهالة، وعيد جواز جواز سعيد. انا مش عارفة ليه بتلخبط، ما علينا. وبتاع مربة الحليب كانت سايحة، بقول لكم الجو كان حر، فكانت سايحة. انا ما دربتهاش بحاجة ولا اي حاجة، بس كانت سايحة مني بطريقة كأنها شوكولاتة سايلة، مش ماسكة نفسها كده. فطبعا هي جت معايا كده. بصوا، هو اليوم من اوله بصراحة انا حاسة ان كانت كل حاجة جاية معايا مش مظبوطة، معرفش ليه. بس سبحان الله، انا عملت الحاجة وانا نازلة ومش راضية عن شكلها، بس هي عجبته. لا يعني، لا اله الا الله، مش عارفة بجد والله. ابهرتهم في الاخر وقالوا لي بجد احنا ما كناش متوقعين انها جميلة كده وحلوة وطعمها تحفة ومش عارف ايه. وحماتي متخيلة ان انا ده كله بشتغل بسبونش، بالسبونش الجاهز. هي اولا ما تعرفش، بس منهم بيجيبوا حلويات من بره. فكانوا قبل ما انا اشتغل وكده، فكانت هي بتقولي الطعم اللي انتي بتشتغلي بيه، يعني الطعم الحاجة اللي انتي بتعمليها احلى من اللي بره كمان. انتي بتشتغلي بكذا، اقول لهم لا عادي، يعني زي اللي بيشتغلوا والله. بس هي الحاجة اللي عايزة بس الواحد يتفنن فيها او يتقنها صح، هتطلع معاها حلوة وربنا بيبارك. طبعا انا ما استخسرتش فيهم، حطيت لهم لوز. وكنت انا عايزه اكسرهم الاول، اللوز مع الفستق وكده، واكسرهم واحطهم رشرشه من فوق كده، بس ما مش عارفه ليه دماغي ما اشتغلتش وقتها، او في ايه اللي لهاني، مش عارفه. انا كان في دماغي ان انا اعمل شكل تاني خالص غير اللي انا عملته ده. بس سبحان الله هي جت معايا كده، قدر الله ما شاء فعل. بس في الاخر والله عجبتهم وسبحان الله. آه الخير يعني، الواحد لما بيعمل حاجة من جواه بيبقى عايز يعمل احسن ما عنده لأحسن الناس. انا بصراحة انا بحب حماتي وبحب حماية وبتمنى لهم الخير والسعادة وراحة البال. بس كان نفسي ان انا فعلا اطلع احسن ما عندي في حاجة زي كده. ليه الحاجة دي بتتعمل كل فين وفين، وقدر الله ما شاء فعل. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة.